الشمس هتروح مني صراحه. مساء الخير، انا محمد. وانا عبد الله. اهلا بيكم في اول حلقات من برنامج قعده حمامات. عامل ايه؟ الحمد لله تمام، انت اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. والله ايه اول يوم مدرسه معاك؟ إيه؟ احكي لي. عموما هو بدأ بعياط. ما هو كله بيبدا انا بعياط صحيت عادي. بعيط ونمت بعيط. لا، عادي عادي، هو ده الطبيعي، انا كمان. وانت عارف انا قضيت فتره الابتدائي ديت في البلد ارياف. في البلد دي؟ ارياف. اه، انت من الناس الفلاحين دول. اه. ايوه. فالمدرسه كانت في بلد جنبي. المدرسه بتاعتي كانت في بلد تانية جنب بلد، فكنا عشان نروح لازم نروح مواصلات، حلو. وما كانش في مواصلات للبلد دي، كنا بناخد توك توك. توك توك. التوك اه. توك ده الطبيعي أربعة خمسة مثلا بيركبوا فيه، ستة بالكتير. يعني ازاي ستة؟ ممكن أربعة ورا. لا، اللي هم أربعة قاعدين واثنين جنب السواق أو حلو. واحد جنب السواق. حلو. احنا كان بيحملوا زي الباص كده. اه والله العظيم انت بتضحك، بتكلم بجد. احلف بالله، ازاي؟ والله العظيم ازاي؟ أربعة قاعدين، أربعة واقفين قدامهم، وفي اتنين قاعدين وواحد عليه، واحد عليه. واحد على رجله. ازاي يعني؟ والله بتكلم بجد، فكان بهزر. ايوه. بتكلم بجد. وبعدين؟ واحنا راجعين من المدرسة كان هو اللي بيرجعنا برضه. فكان يعمل ايه بقى؟ يقول لك كل واحد يعيد له صوت شيخ ويقرا له ربع من القرآن. انا اصلا ما كنتش اعرف يعني ايه شيخ. على 6 سنين ما عرفتش يعني ايه شيخ. يعني ايه قراءة ربع من القرآن؟ اللي هو قول وضح. لي قول لي انا هقرا بصوت بصوت الشيخ كذا، واقرا لي حته من القران بالصوت ده. اه. فايه اللي حصل بقى؟ كل العيال اللي معايا انا ما اعرفش العيال دي من كوكب تاني ولا ايه. يعني هم بيقولوا انا لحد دلوقتي مش عارف اسامي الشيوخ دي. اللي يقول لي اسم الشيخ ويقوم قاري القران ويقلده. مش كده انه كان بيقلد الشيخ. ما شاء الله. هم قالدين الشيوخ وانا قاعد اللي هو يعني ايه شيخ يا ولاد يعني ايه شيخ؟ اعمل انتوا ايه؟ مين واحنا ايه؟ والمشكله الموضوع ان هم سابوني اخر واحد، حاسس ان معاهم عبد الباسط عبد الصمد. كل اللي هتقول بصوت الشيخ مين؟ قلت له ايه شيخ؟ يعني ايه شيخ؟ فبيقول لي الناس اللي بتقرا قران، انا كنت بشوف قناه القران على التلفزيون بس ما بعرفش اقرا اكتب، عندي 6 سنين. اه. فقال لي هتقول بصوت الشيخ مين؟ ما اعرفش حد غير ابويا. فقلت له هقول بصوت ابويا. والله العظيم قلت له هقول بصوت ابويا. يا نهار قال لي ازرق. قول. قمت عامل له كده، بتقرا صوت سوره كل والله في ثانيه لثانيه. قال لي انت كده، قام واقف التوك توك، وقام نزل من التوك توك، قال لي انت كده قريت قران. نزل الواد من على رجله وقام نازل. قال لي انت كده قريت قران؟ قلت له اه قريت قران. بيقول لي فين التجويد؟ قلت له يعني ايه؟ انا مش حافظ غير دي. ليه بس؟ والله العظيم يا فندم اللي انا حافظها. والمشكله العيال معانا اللي يجيب له ربع من البقره واللي يجيب له ربع ما من ال شاء عمران. الله. المهم يعني قام نازل، فضل موقف التوك توك او الميكروباص ايا كان بقى بالتحميله اللي كان محملها ديت ربع ساعه. اركبوا اركبوا. بيشرح لك اقرا ازاي وانا مش فاهم حاجه. ومن يومها بقى، من وانا في اولى ابتدائي في اول يوم لحد سته ابتدائي وانا بروح باجي مع الراجل ده. هو مكفر ميت لحد ما جاب له رابط اجتماع خلاني بخاف اتكلم مع الناس. بخاف حد يوقفني يكلمني اللي يقول لي قلد لي شيخ. يا نهار ازرق، ده وجع ده. انت حصل معاك ايه في ابتدائي؟ انا اول يوم مدرسه ده، انا مش فاكر بالظبط اول يوم، بس كان هو في موقف ان انا فاكره هو حصل معايا. كنت في ابتدائي، كنت تقريبا في ثالثه ابتدائي او في ثانيه، مش فاكر بالظبط. كنت لسه جايب كوتش احمر جديد. فرحان بيه قوي، حرفيا فرحان بيه قوي يا اسطى، فاهم؟ كنت تقريبا كنت واخده في حضني بالليل، والله العظيم كنت واخده في حضني. خلاص. هو انت فاهم بقى اللي هو ماشي بالكوتش يا اسطى، اللي هو ماشي بالكوتش، وكنت رافع البنطلون فوق عشان الكوتش يبان. وشغلانه بنت كده. جيت يا اسطى دخلت الطابور بتاع المدرسه، وقف ورا واحد، راح جاي داس على الكوتشي، النعل اتفصل بعيد عن الجزمه. اقسم بالله قعدت اعيط عياط. انا كنت هتمرمغ على الارض يا ابن الكلب. يا اسطى كنت هموت يا اسطى. لا الحوار ده مميت حرفيا. كان معانا يا اسطى واحد في طابور المدرسه، لا الواد ده اقسم بالله ما مش الواد ده كان بيطلع الاول على المدرسه، كان رائد الفصل، كان بيقول الاذاعه المدرسيه كلها تقريبا، كان بيقرا قران في الاذاعه المدرسيه، كان بيعمل كل حاجه يا اسطى، كان مهكر الحياه. انا كنت بطلع لو كنت بطلع اذاعه كنت بطلع اقول ايه، هل تعلم مش عارف ايه بس. ده لو كنت بطلع. كنت فاشل دراسيا. كنت بعرف العب كوره، بس ما كنتش بعرف العب كوره ايه على الرمل بتاع المدرسه، فالعيال كانوا مفكرين ما بعرفش العب كوره. الحوار ده ممل قوي بالنسبه لي. فضلت حرفيا اعاني كده في فترات دراستي كلها اللي ما بعرفش العب كوره، بس ما كنتش بعرف العب على التراب، كنت بلعب بس على النجيل.
انا بقى ما كنتش بعرف العب كوره خالص، لا الحوار لحد ده دلوقتي ما بعرفش العب كوره خالص. لا خلاص بقى الكوره دي راحت لحل. فاكر مدرسه الرسم بتاعتك ولا؟ انا اول واحده حبيتها في حياتي كانت مدرسه الرسم. طبيعي كلنا كده تقريبا، اه والله. كانت جامده قوي. يا اسطى حاجه اللي هو كده امم. حرفيا. فاكرها ولا مش فاكر؟ لا دلوقتي لا. انا فاكرها وفاكر اسمها. كان اسمها ايه؟ اسمها ميس، وكانت ساكنه هنا، كانت بتديني في مدرسه كنت فيها. كان يا اسطى كان لونها ابيض كده، كان حرفيا كنت بتخيل نفسي وانا بتجوزها، بس كنت عاوز اطلعها من جوزها لانها كانت حامل. اه والله. كنت بص بعشقها عشق يلا عبد الله، انا ما شفت ايوه انا زيها في حياتي. حاسس بيك. اقسم بالله حرفيا عشق جنون. وكان دايما يا اسطى كانت بتحط ميك اب كتير كده، كانت بتلبس بتلف دايما، عارف لفه اللي هي الاسبانيش دي اه بيلفها اه. دايما في الافراح، بس هي دايما كانت بتلفها. ما اعرفش كانت بتحط تقريبا 7 طرح فوق بعض حرفيا. هي كل يوم بتحط 7 طرح فوق بعض. دماغها بتبقى قد كده. اه والله. مش مبالغه. هي كل يوم بتحط نفس ال7 طرح، بس تقريبا بتبدل بقى فاهم الترتيب بتاعها. اه والله والله العظيم يعني. فلا كان حوار ممل عامه. بس يلا عملت موف اون منها. اول كراش في حياتي، انت فاكر حاجه عنها؟ فاكر حاجه، انا فاكر اسمها والمكان اللي كانت ساكنه فيه، وفاكر اسمها ثلاثي. مين؟ ايه مس ايه اسمها؟ اسمها؟ بجد والله العظيم ما بهزرش. كانت ايه؟ جت المدرسه واحنا في سته ابتدائي، اه وعرفتها. انا كنت غير صحاب الواد اللي كانوا معايا في المدرسه. كانوا كرجاله وكده. البنات اللي معانا في الفصل لازم يتضربوا ويتهانوا اه والكلام ده. انا كنت غيرهم، كنت بقى فاهمني، بلعب معاهم وبتاع وبمشي الدنيا فاهمني. فالبنات كلهم كانوا بيحبوني كصاحبهم وكده. اه. فجت البنت ديت، فانا كنت هموت واكلمها. اول ما بصيت في وشها حبيتها. بجد انا بقول لك لسه فاكر اسمها والمكان اللي حب ساكنه فيه من لحد اول دلوقتي. نظره ده. لحد دلوقتي. فهم خلوها بتلعب معاهم وجابوني العب معاها. اه عرفتها بقى بس. وما حصلش بقى حاجه تانية، هي مشيت في سته ابتدائي وانا مشيت. من صغري. حلو، وانا فصل البنات اللي جنبنا كانوا بيحبوني. حرفيا كانوا بيحبوني ومش عارف ليه فاهم. كان في يا اسطى معايا واحد في المدرسه، عامه الحوار ده ملوش علاقه. في واحد معايا في المدرسه، الواد ده كان بيكرهني كده لله في الله. عارف انت طلع عبد الله الولد بيبقى غني في المسلسلات الاجنبيه مثلا او في اه. المسلسل مثلا، مش بيبقى في ولد غني وبيبقى في ولد فقير. الفقير ده البنات بتحبه، الغني ما فيش حد بيحبه. امم. كان كده كان نفس بس انا اصلا ما كنتش فقير، انا كنت عادي يعني اللي هو عادي اللي هو نفس الحاجه فاهم. ما كانش غني برضه فاهم، هو امم. كان شكله كده يعني. أنا لما كبرت اكتشفت ده. بس انا كنت شايف ده من صغري والله العظيم، كنت شايفه غني يلا عبد الله. فهو ما كانش البنات بتحبه، كان البنت اللي هو عاوز يكلمها دي كانت بتكلمنا انا. يعني انا وهي كنا بنقعد مع بعض نلعب تقريبا. كان في بتاع كده زمان كنا كان كان ايس كريم يا اسطى، كنا بنشتريه بعد ما يخلص في بتاع كده عامله زي بتاع بنسحبها كده ونكب منها ميه. اه. هو كان ساعتها كان في وقت البتاعه دي. فانا والبنت دي يعني كنا بنلعب مع بعض البتاعه دي، فالواد ده جه يا معلم، راح جاي ضاربني، حتى انا اعيط وبتاع فاهم. فشخ. فضل يضربني مره في الثانيه وانا اروح لامي معيط وبتاع، مش عارف اعمل له إيه ابن المشكله هو كان اضخم مني. اعمل له ايه ده؟ خليت يا معلم الولد ده يجي يلعب معانا. يعني في كذا عيل صحابه، خليته يجي يلعب معانا. وقلت لهم يا جدعان امسكوه وخلوا يعني، عارف الزحليقه صح؟ خليتهم يمسكوه ويحطوا ايده كده فاهم. واحد يعني اتنين يمسكوه من هنا، واحد يمسكوه من الناحيه الثانيه، وانا انزل من هنا. حرفيا نزلت على ايده كده. والله العظيم. اقسم بالله يا اسطى ايده تقريبا رجعت فوق، ايده اتفشخت ايده حرفيا. اتكسرت. اه ايده اتكسرت. يا ابن. وساعتها انا حسيت ان انا انتصرت عليه. ودونا عند المدير واستدعوا لي امر وبتاع، كنا بنلعب وما كانش قصدي. وخدت حقي. هنرجع تاني لمرجوعنا بتاع حوار الجراج ده. فصل البنات بيحبوني. وكان في ولاد، كان في بعض الولاد كده عارف انت اللي هو ولاد الصفرة، كانوا اه اللي هو بيكرهوني بسبب الحوار ده. ولو انت وصلت هنا في الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير واشترك في القناه. ما تنساش تقول لنا في الكومنتات تحت الحلقه الجايه تبقى عن ايه.